ده يا سيدي مواطنة أمريكية اسمها رينيه نيكول، عمرها 37 سنة وعندها 7 أطفال، موظفة ومعاها شهادة جامعية وشاعرة وعازفة جيتار. من يومين كانت بتوصل ابنها وجالسة في سيارتها، فسيارة تانية تابعة لوكالة الهجرة والجمارك جت ونزل منها عملاء، ودول يا سيدي بقى بلطجية ترامب بس بالشكل الجديد، معاهم صلاحيات يعملوا اي حاجة في اي مكان، مهمتهم يرحلوا اي شخص ورقه مش كامل، بيهجموا على المنازل والشركات والمصانع على اساس ان هم كده بينفذوا القانون. المهم رينيه لما شافتهم خافت زيها زي اي ست، مع انها امريكية مش مهاجرة، فدورت سيارتها ومشيت. لكن واحد من الوكلاء طلع المسدس وضرب طلقتين على راسها وماتت في الحال. تقوم الحكومة بقى تطلع في الانباء وتقولك انها كانت مشاغبة وحاولت تدهس عميل الهجرة بالسيارة، وهو قرر يدافع عن نفسه وكده، لحد لما ظهر فيديو للواقعة ظهر فيه ان هي ما عملتش اي حاجة وكانت ماشية في حالها، والموظف هو اللي اعترض طريقها وقتلها بدون مبرر. وفي دعوات بالمظاهرات في امريكا كلها، وواضح كده ان البلطجة الامريكية مش عالمية بس، دي محلية كمان.